السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. بحال اللي تتسمعوا بحال اللي تتشوفوا، هادشي ولا بزاف. البارح حتى تنتفاجئ بالأخت العيادة تتغوت، تتستنكر، تتقول اللهم هذا منكر. ضربوا لها القناة ديالها بجوج ديال المخالفات، وقالت اللي ضربهم لها هو ما بقيناش نقدروا نقولوا التسميه، ولينا نخاف نقولوا اي سميه، وما نبغيش نقول شي سميه غير السميه ديال الناس اللي كما هي. ما تنبغيش نقول دوك السميات المستعاره، لانه نتوما عارفون الخلاف اللي كاين بين الاخت عياده والراجل ديالها، ومع من هما بالذات، والحرب اللي نايضه هذه يعني هذه مده معينه. اش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي ولا بزاف. ودابا الطرف الاخر اللي هو معروف، اللي هو سبب الفتنه في سيدي عدي، وراكم عارفين شكون اللي دابا راه جايبين قفافي وغاديين بيه قالك تيديروا الصدقات لسيدي عدي بالقفيفات، ولكن جايبين قفيفات ديال السينيالات حتى هي هما معاهم كاع القنوات اللي مع داك الناس اللي الاخت العياده مدمره منهم، اللي هي دابا تتغوت وتقول لك ضربوا لي قناتي بجوج ديال هذا، وغادي تخرج وغادي تفضح وغادي تقول وغادي ديروا، وان شاء الله كلهم يكونوا يدخلوا لهذا الحبس. ما بقاتش فارقه معها المراه صراحه داخله سوق راسها، ديما تتهضر بترزن. قالت لك هذيك القناه هي اللي كانت غادي توكل بها وليداتها، هي اللي غادي تعيد بها لوليداتها، هي اللي دابا رمضان معوله من بعد الله بها. هادشي ولا منكر ديال ضرب القنوات، وحتى ولا دابا ما تنفنفش. دابا يستوعدون الحسنيه بضرب قناتها الثالثه، قالوا لها حتى توصل لديك 30 ل 20 كا ل 20,000، وغادي يضربوها لها حتى هي، غيضربوا لها القناه ديالها حتى هي الا بقات. قال لك لانها تتبارطاجي الناس في المنتدى ديالها، يعني المنتدى ما بقاش ديالها ولا ديال حد اخر. والفيديو اللي ضربوا به القناه ديال الاخت عياده وراجلها هو واحد الفيديو قال قديم، دايروا في شي شاطو، كان طاح شي شاطو شي حاجه بحال هذا القبيل. على العموم يعني شتي يقولوا لك الناس؟ خوي فيديوهات، خوي قناتك من الفيديوهات كلهم والا طير. يعني شنو الواحد خصو يدير؟ خصو يقبط يخوي كاع الفيديوهات ديالو. الا كان مع شي طرف نهار كي ما يوليش معاه اش غايدير؟ غير كاع الفيديوهات اللي كان معاه خصو يخويهم، يشطب ديك القناه. ما بقات ثقه، ما بقى تعامل، ما بقى حتى حاجه، ما بقات اللي يمكن تفرح في هذا الوقت. دابا العياده راه جالسه تتحلف قسما بالله انهم الا ما حيدولاش دوك جوج المخالفات غادي يجبدوا عليهم شي حاجه ما كانتش على الحسبان. ما تنساوش ان عياده عندها ما تقول ومشاركين بزاف الاشياء وجيران من سنوات وسنوات، والطرف الاخر فرحان وعاجبه الحال وشنو متوعد انه غادي يوقف مع العياده وغيضرب كلهم القنوات اللي من ناحيه الطرف اللي ضرب عياده في قناه ديالها هي وراجلها، وانهم دابا لهم بالمرصاد وداروا لهم خاطرهم. يا سلام يا سلام. ما طلعتش صراحه القناه اللي ضربات قناه عياده ما طلعتش ذكيه، ما عرفوش يتصرفوا صح. كان فيهم يكسبوا عياده وراجلها على الاقل بطريقه كورتوازيه، بطريقه ماشي ما مطلوبش منهم انهم يتسامحوا معاهم او ما مطلوب منهم انهم يسجلوا معاهم، يصوروا لهم، يعطيهم فلوس، ولكن ينخلوهم. شتي راه مرات نخال فعلا تيسلك. وبالنسبه للحسنيه رسالتي لك اختي، للاسف حنا ولينا في واحد العالم الظالم، ولا فيه هو القوي، هو المسموع، هو اللي تيتشاف، هو اللي تيدخلوا الادسنس كتر، هو اللي تيأيدوه كتر،
هو اللي يدخل له السوبر شات اكثر. انا ما فهمتش العمليه كيف ولات مقلوبه. يعني محتواك ديالك وتضربي به ومتوعده باش تضربي به الا حطيتي شي حد في شي يسميوها في المنتدى ديالك. حاولي داك المنتدى خلي فيه غير المحتوى ديالك والمحتوى ديال جمال، الا كان جمال ما جايبش سيره شي واحد فيهم، يعني محتوى جمال اللي يكون ديالو في داك الفلوغات ديالو في ديك الشيء. المحتوى ديال الاخوه اللي دايرين فلوغات من الاخوه اللي معاك، بحال اليوم شفت البروفيسور دار واحد المحتوى زوين ديال فتح شنو هي فتح شي حاجه بحال هكا. يعني تعاونوا، هذا حاولوا تكحزوا بشويه بشويه من هذيك الطرف الخصم، بشويه بشويه حتى تسلكوا الشوكه ونسلكوها معكم حتى حنا